هلا بعلق من بعد. يلا من بعدها بس بدي اقول شغله انه نحن شلنا شويه تويتس ومواقف لاعلاميين ومناصرين ل 14 اذار عن التويتر، تقريبا شي 22 تويت لتشوفوا وين كان الموقف السياسي نهارتها نهار المعركه، بيتراوح بين سكوت ورح نبلش. علي حميدي، اكيد الاعلامي علي حميدي معروف تقول تتقاطع معلومات، هيدي نهار المعركه كله عم بقول لك تويتس محطوطين نهار المعركه 24 جون، تتقاطع معلومات من عده مصادر تؤكد دخول حزب الله وحركه امل في المعركه في صيدا، على الجيش الانتباه لان هذا الامر سيغير في مواقف الكثيرين. هيدا أول موقف من الإعلام المحترم علي حميدي. شخص من 14 أذار مناصر بيقول الأسير هو تكملة للسلسلة التي بدأت اغتيال الحريري، نهر البارد، القصير، سوريا، طرابلس، والآن الأسير وبعد الانتهاء. ما فهمت شو قصدك؟ يعني عفوا بس ما تحطوا غيره، يعني هذا الشاب المناصر 14 أذار قال إنه اللي قتل الحريري، اللي قتل الحريري يعني مقتل الحريري، يعني صبى كله بمعنى مثل ما قال وقتك إنه بالخطاب المعروف قهر اهل السنه والجماعه، يعني انه قتلوا الحريري وفاتوا على هيدي كلها ضد السنه، والاسير حطوه مثل مقتل الحريري، يعني صار حدا قلنا مين اللي نقل المقاتلين لنهر البارد؟ بس انه هو يا عمي مساقبه انه الاسير سني، لو الاسير كان حيالله حدا ممنوع حدا يمد ايده على الجيش، يفهموها بقى مين ما كان يكون غير تويت. شو هالهبل هيدا؟ رشا الحلبي العامله في قناه المستقبل اذا ماني غلطان ام تي في العامله في قناه الام تي في بتقول غبي من يتجاهل ان للاسير قاعده شعبيه، غبي من لم يرى في كل مره ردات الفعل في كافه المناطق عند كل حدث في عبره، انزلوا على الارض وشوفوا الناس شو بتقول. ما حدا غبي غيره، هيك بدي اقول لك. هيدا اول تويت. شو هيدا يا عمي؟ شو هول الناس؟ هيدا اول تويت. ثاني تويت بالجرب المشهود خلال سنتين استطاع الاسير ان يبني قاعده شعبيه اكبر مما يتصور البعض، ولكثر بات المرجعيه وتخيل ردات الفعل التي قد تحصل في لبنان اذا حصل ما حصل. هون كان قبل ما يحسم الجيش، يعني كانت المعركه دايره. رشا الحلبي العامله في قناه الام تي في هيدا كان رايها. بتقول رشا الحلبي كمان ليس لان الاسير بحد ذاته رقم صعب، بل لان البعض يرى فيه صوت السنه، وبالتالي اي تعرض له هو يمس السنه، هذه حقيقه لا مهرب منها. رشا الحلبي من هيدا موضوع الراي العام المساند للجيش اللبناني قد فيه كان في قلبه ناس عم بيروحوا على غير محل. باميلا غانم بتقول على تويتر ما كنت عارفه انه زين العمر فنان وعنده معجبين، اليوم شفت ناس عاملين لايك لصفحته على فيسبوك زادوا معجب، عم تتمسخر على مداخله زين العمر اللي كانت عم تدعم الجيش، اللي كانت عم تدعم الجيش على التلفزيون بطريقه مريعه. هيدي مهمه. باميلا غانم بتقول جان قهوجي عم بملحس للحزب، هيدي بنص المعركه. جان قهوجي عم بملحس للحزب من بعد ما تخلوا عن رئيس الجمهوريه، حاطط عينه على بعبده والقصه ما بدها. عم بيتهموا الجيش اللبناني بخوض معركة رئاسة الجمهورية ضد بس قبل ما هيدي باميلا غانم مين يعني باميلا غانم؟ هيدا كان رأيها. ايضا غير باردون هشام، عفوا خلينا بس هي مين باميلا؟ مناصرة. نحن هيدي قصة التنوع وحرية الرأي العام، ونحن بنسمع الرأي الآخر، هي لازم نوقفها. هدول ممنوع نضوي عليهم ولا على آرائهم. هيدا مش تنوع، هيدا تحريض. إذا بدك بقول لك أنا شو بكتبوا. خلينا نكفي بس. ماشي هي الميديا والمطبخ والثقافة هو ذاته هن ذاتهم. هلا في البعض منهم لأنهم هالقد محدودين متأثرين بهالميديا. أنا إذا بدك بقول لك لبعد جمعة الجاي شو ممكن يقولوا، شو العنوان اللي بيقولوه. خلينا نكفي. هناك من يقف مع الجيش، هناك من يقف مع الأسير، أما الضحايا الحقيقيين من أهل صيدا فلا يقف معهم أحد، لم يستشيرهم أحد من الطرفين قبل فتح المعركة. عم بتساوي بين الجيش، وكأنه عم بيساوي بين الجيش والأسير، كأنه حدا استشار الجيش قبل ما يقوس عليه. صحيح. أمال هي زيتها بتقول لوحده، ومش أول مرة الجيش بيكون منحاز للميليشيات الشيعية لأن قيادته مرتهنة للحلف الفارسي الأسدي. هيدي مناصرة أيضا ل 14 أذار بتقول إنه الجيش مرتهن. سمير الجسر، نائب سمير الجسر بيقول الظهور المسلح في طرابلس هو ردة فعل على بعض الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر مقنعين مسلحين بالقرب من بعض القوى الامنيه. غير هذا كله ب 24. ايفا رحمه بتقول لن ناخذك على تعليقا على موقف البطريرك الراعي من الاحداث، بتقول لن ناخذك على محمل الجد يا سياده البطريرك بشاره، لانك تخاذلت وشجعت وسويت بين من يريد صناعه الدوله ومن يريد تقويضها. خليك مسافر اريح لنا. مين الاسير بده يصنع دوله؟ برأيي يمكن ولا هيك برايها.
طارق كرم ايضا العامل بقناه الام تي في بيقول معادله الشعب والجيش والمقاومه، عم بيعلق على احداث صيدا بالقول ان الشعب يواجه الجيش باشراف المقاومه. يعني برايه كان انه الاسير هو الشعب بمواجهه الجيش. انا ما بعرف كيف في عالم هيك عن جد. كارول غلام العامله بقناه المستقبل بتقول ما عم بفهم منتقدي الميركس دور انه مثلا بيكبوا كل هالمصاري لانه كم ازعر قرر يولع الحرب. لا بشرفكم تخيلوا معي كيف كان ممكن يلغوا الحفل. كم ازعر؟ هل كانه الجيش كان اصلا مقرر انه لا بركي عم تحكي عن الاسير انه ازعر. خلينا نشوف. بعرف لا معي خبر. كارول غلام هيدا هو تويت اللي لفت لي نظري. مجرد سؤال، قديش استراتيجيه قياده الجيش فاشله تصار حالات شهداء؟ وليش اليوم قرر يدافع عن الشهداء اللي سقطوا امبارح في حين يسقط غيرهم في عرسال؟ كمان تشكيك باستراتيجيه الجيش اثناء المعركه. هذا كله عم بحكيك اثناء المعركه. ضابط يعني استراتيجي. ليدا بتقول خففوا مواعظ مناقصنا، حارتنا ضيقه وبنعرف بعض، واذا الاسير مضطرب حزب الله رب التطرف، يكونوا موضوعيين يوفروا خطابات رنانه. ليدا فخر الدين بتقول تعليقا على معارك صيدا. بعد في غير تويت. جلال شهده العامل في قناه الجزيره بيقول لبنان وكل اللبنانيين يدفعون ثمن تدخل حزب الله في سوريا وتوتير الاجواء. هيدا ايضا تحليل. هنا حريري بتقول حزب الله هو من يفتش الشقق المتواجده في محيط مسجد بلال بن رباح. غير خلصوا التويت. الحمد لله. لا بعد في واحد تويت بيقول حبيت كيف العسكري بالجيش اللبناني هيدي مهمه كانت تضل للاخر. حبيت كيف العسكري بالجيش اللبناني لما يلقطوا واحد من جماعه الاسير بيصرخ يا زينب. شوف كيف سمعته هي. شوف هيدا. طب لحظه، هن كان باردون استاذ رفيق، مش هن كانوا عم بيتهموا السيد حسن بالتطرف؟ هيدا شو؟ هاي اقول لك شغله. شو رايك؟ هيدا موقف مناصري 14 اذار بجر